منى الحسين والدة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن جذبت انتباه الجمهور خلال حفل زفاف ولي العهد الحسين على زوجته رجوى السيف. ده أثار الفضول حوالين شخصيتها وعلاقتها بالملك عبد الله، خصوصاً لأنها بريطانية وعايشة برا المملكة الأردنية، وكمان عمرها ما حملت لقب ملكة. فمين هي؟ إزاي عايشة حياتها؟ وعلاقتها عاملة إزاي مع الملك عبد الله الثاني؟ وليه مش بتظهر في الإعلام خالص؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. أنتونيت آبل جاردنر المعروفة باسم الملكة منى حسين، زوجة الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، اتولدت وتربت في عائلة عسكرية في إنجلترا بريطانيا العظمى في الأربعينات. هي بنت والتر كيرني اللي كان ضابط في الجيش البريطاني وقت الانتداب البريطاني على فلسطين في الثلاثينات. هي درست في مدرسة بورن في كوالالمبور ماليزيا، وهي مدرسة كانت مخصصة لأبناء العاملين البريطانيين اللي كانوا بيخدموا خارج المملكة المتحدة. هي درست الإعلام والفنون واستقرت في الأردن لما رجوع والدها لبلده اتعطل بطلب من السفارة البريطانية. هي قابلت الملك لأول مرة وهي كانت مشغولة بتحضير فيلم عن لورانس العرب، وكان والدها معاها. في الوقت ده منى ما كانتش أكبر من 19 سنة، وكان الملك حسين عنده 25 سنة. هو سمح لبعض قواته العسكرية يشاركوا في التصوير، وزار موقع التصوير كذا مرة. الحب اشتعل بينهم، وهي كانت أسلمت قبل الجواز. في قصة تانية بتقول إنها قابلت الملك حسين لأول مرة في حفل نظمها والدها. على أي حال، منى بقت مواطنة أردنية وأخذت اسم منى حسين. قبل فرحهم بيومين كانوا بيتكلموا عن دور منى المستقبلي كملكة مستقبلية وسط العيلة الملكية. قالت للملك حسين: هتضحك لو قلتلك إني فعلاً مش عايزة أحمل لقب ملكة؟ الملك حسين حس بالسعادة لأنها كانت عايزة تتجوزه مش بدافع الحب أو عشان اللقب. وافق على رغبتها. النقطة دي اتقالت على لسان الملك الأردني عبد الله الثاني. اتجوزوا يوم 25 مايو سنة 1961 في حفلة بسيطة في قصر الزهراء في عمان. بس جوازهم ما استمرش، واتطلقوا يوم 21 ديسمبر سنة 1971 بعد أكثر من 10 سنين جواز. الأميرة منى حسين خلفت 4 أولاد، ولدين وبنتين. أكبر أولادها هو الملك عبد الله الثاني اللي اتولد سنة 1962. عبد الله تربى في بيئة عائلية مليانة حب ودعم من وهو صغير. الأميرة منى كان ليها دور أساسي في حياته. كانت أم حنونة وبتهتم بأولادها جداً، وكانت بتركز قوي على تربيتهم وتعليمهم. كانت حريصة على غرس القيم الأردنية التقليدية فيهم، وشجعت نموهم الفكري والعاطفي. على مر السنين، العلاقة بين الملك عبد الله ووالدته الأميرة منى اتعدت علاقة الأم بابنها العادية، وبقت صداقة قوية ورابطة قريبة جداً. الملك عبد الله كان بيحترم وبيقدر والدته كقدوة ملهمة وداعمة ليه. كان دايماً بيطلب نصيحتها في القرارات المهمة، وده لأنه كان بيعتبر مكانتها كزوجة الملك حسين بن طلال اللي كان ليه تقدير كبير في الأردن وعلى الساحة الدولية. الأميرة منى عاشت حياة ملكية وكان عندها مسؤوليات كبيرة، ومع كده قدرت تكون أم مخلصة وحاضرة لأولادها، خصوصاً للملك عبد الله. بما إنه كان ابنه الأكبر وولي العهد في فترة حكم الملك حسين، الأميرة منى كانت دايماً بتدعم جوزها وابنها الملك عبد الله بكل قوة في مجهوداتهم السياسية والقيادية. كانت بتشجعهم يخدموا الأردن وشعبها، وكانت دايماً واقفة جنبهم في المناسبات المهمة والأحداث الوطنية. لما الملك حسين توفى سنة 1999 وتولى الملك عبد الله الثاني العرش، استمرت العلاقة القوية بينه وبين والدته. الملك عبد الله كان واثق في نصايح والدته وإرشاداتها، وكان بيعتبرها مصدر إلهام ودعم في مشواره القيادي. في مناسبات كتير عامة وخاصة كان ممكن نشوف الملك عبد الله الثاني ووالدته الأميرة منى بيتبادلوا الابتسامات والأحضان، وده بيعكس حبهم العميق وروابطهم القوية. باختصار،
العلاقة بين الملك عبد الله الثاني ووالدته الأميرة منى الحسين بتجسد حباً عائلياً قوي وروابطاً عميقة بينهم. هي قصة بتبرز القيم العائلية والتواصل الحميم، وبتأكد على أهمية دعم العائلة في نجاح وتطور شخصية القائد. الأميرة منى بتشغل منصب رئيسة مجلس التمريض الأردني اللي تأسس بمرسوم ملكي سنة 2002 في عهد الملك عبد الله الثاني. المنصب ده بيضمن توفير الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين. نشاطاتها الاجتماعية زادت خصوصاً بعد تولي ابنها العرش. هي شاركت في مبادرات كتير بتركز على المرأة ورعاية الأطفال والعمل التطوعي في الأردن. كمان هي بتحظى بشعبية وقبول واسع في قطاعات مختلفة، وده جزئياً بسبب امتلاكها صفات مرتبطة بزوجات الملوك المحترمين. هي دايماً بتحضر الندوات والمؤتمرات العلمية اللي بتناقش قضايا الصحة ومواضيع قطاع التمريض. الأميرة منى افتتحت مؤخراً مركز طبي جديد بيخدم اللاجئين السوريين بشكل خاص، وبيوفر لهم خدمات طبية متنوعة كنوع من التكريم لجهودهم ومساهماتهم. تقديراً لعملها الإنساني، حصلت الأميرة منى على دكتوراه فخرية من الجامعة الأردنية. مجلس عمداء الجامعة أصدر قرار بيعترف بها كشخصية عالمية لها تاريخ مميز وأنشطة واسعة هدفها خدمة الناس. اتولد الملك عبد الله الثاني بن حسين الهاشمي سنة 1962. هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سنة 1999. تولى العرش بعد وفاة والده الملك حسين بن طلال في 9 من يونيو من نفس السنة. اليوم ده معروف باسم يوم الدفن الملكي. حمل لقب ولي العهد مرتين، أول مرة من يوم ولادته لحد الأول من أبريل سنة 1965، وتاني مرة من 24 يناير سنة 1999 لحد 7 فبراير من نفس السنة. اتولد في عمان كأكبر ابن للملك حسين بن طلال ومراته الثانية الأميرة منى الحسين اللي أصولها بريطانية، وعشان كده كان وريث واضح للعرش وولي عهد من يوم ولادته. دستور الأردن نص إن الملك حسين ينقل المنصب لأخوه الأصغر الأمير حسن بن طلال سنة 1965 بسبب الظروف اللي كانت حوالين الأردن وقتها. الملك عبد الله بدأ تعليمه في عمان وكمله برا، وجدير بالذكر إنه حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورج تاون، وكمان درس في جامعة أكسفورد. وبالنسبة للأميرة منى والملك عبد الله، الأميرة عائشة بن حسين اتولدت يوم 23 إبريل سنة 1968. هي أميرة أردنية وأخت الملك عبد الله الثاني وشقيقتها التوأم الأميرة زين بن حسين. الأميرة عائشة من العائلة الهاشمية في الأردن، والدها هو الملك حسين بن طلال الله يرحمه، ووالدتها هي الأميرة منى الحسين. اتعلمت في الأردن لحد سن 8 سنين، وبعد كده راحت أمريكا وكملت تعليمها هناك لمدة 10 سنين، وبعد كده التحقت بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهرست في بريطانيا، وبقت أول ست في الشرق الأوسط تنضم للأكاديمية دي. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تانية زيه، ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً، ولو لسه مشتركتش فعلاً لازم تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.